الخروب من العصاير الجميلة المليانة فيتامينات، وكمان عصير الخروب مناسب للطلبة اللي بتدرس وصايمة عشان المذاكرة بتحتاج مجهود ذهني عالي. ويعتبر عصير الخروب مهم في وجبة الفطار، خصوصا بعد صيام يوم طويل في شهر رمضان. والنهاردة هنعمل مع بعض عصير الخروب بطريقة بسيطة عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. وعصير الخروب مناسب في وجبة الفطار في شهر رمضان. ويلا نعرف مع بعض أهم 6 فوائد لمشروب الخروب. الخروب من النباتات اللي بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان في الخروب فيتامينات كتير زي فيتامين A وفيتامين B وفيتامين D وفيتامين E، وكمان في عنصر الفسفور والمغنيسيوم والزنك. الخروب بيساعد على تقوية المناعة عشان في الخروب فيتامين C. الخروب مفيد في التئام الجروح بسرعة عشان في الخروب خصائص مضادة للبكتيريا. الخروب مهم في تقوية صحة القلب والأوعية الدموية عشان الخروب مليان فيتامينات. الخروب بيساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي وبيعالج الإمساك عشان فيه ألياف. الخروب مهم في تقوية اللثة والأسنان عشان الخروب فيه عنصر الكالسيوم. وممكن نشتري الخروب من عند العطار أو من أي سوبر ماركت أو من أي موقع أونلاين. وممكن نستفاد من الخروب ونستعمله بطرق كتير، زي ممكن ناكله طازة أو نعمله عصير أو نستعمل الخروب على هيئة بودرة ونضيفه على الحلويات. وأنصحكم بشرب كوباية من عصير الخروب في اليوم، عشان أكتر من كده بيكون ليه آثار جانبية زي الدوخة ومشاكل في المعدة وإسهال. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض أهم 6 فوائد لمشروب الخروب، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز والمناعة بإذن الله. ويلا نعمل عصير الخروب مع بعض. هنجيب حلة فاضية ونحطها على النار ونسيبها تسخن، وبعد كده نضيف 4 معالق سكر كبيرة ونسيب السكر يسيح شوية. وبعد كده هنجيب كمية من الخروب تقريبا ربع كيلو ونضيفها على السكر. وبعد كده هنقلب الخروب والسكر كويس لمدة دقيقتين، وناخد بالنا واحنا بنقلب من طرطشة السكر والخروب عشان بيكون سخن جدا. وأول لما نلاقي الخروب والسكر لونهم بدأ يتغير وبقى لونهم بني، هنزود كوبايتين مية. ونلاحظ ان الخروب بقى ماسك في بعضه ومستني شوية حرارة عشان يسيح. وبعد كده هنقلب الخروب بالراحة. بصوا الخروب بدأ يفك من بعضه. وبعد كده هنزود كوبايتين مية تاني على عصير الخروب، ونسيب الخروب شوية على النار. بصوا الخروب بدأ يغلي، هنسيبه دقيقتين وبعد كده نطفي عليه. وده شكل الخروب، هنسيبه يبرد شوية وارجع لكم تاني. وده شكل الخروب لما سيبناه يبرد. بصوا كده لون الخروب بني وجميل ازاي. وهنبدأ نصفي عصير الخروب. وبعد كده نزود كوباية لبن خالي الدسم أو كامل الدسم. ويلا نصب عصير الخروب مع بعض. والعصير ده مفيد جدا عشان مليان عناصر غذائية وفيتامينات. وبكده بقى عصير الخروب جاهز عشان نشربه. وسيبولي رأيكم في عصير الخروب لما تجربوه تحت في التعليقات. وأي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات وهجاوب عليه. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض ازاي نعمل عصير الخروب بطريقة بسيطة تساعد على تقوية المناعة والذاكرة والتركيز بإذن الله.